طبيعي كل واحدة مننا بتبقى في المطبخ بتحب تعمل أي افتكاسة جديدة أو أي اختراع جديد، المهم إن يطلع معاها بنتيجة ناجحة. أنا النهاردة عملت افتكاسة كده بس طلعت معايا حلوة وناجحة جدا، وحاجة ما كانتش تتصدق ولا على البال. تعالوا أقول لكم هي إيه. أنا جبت كوباية من السمنة العادية، أي نوع سمنة عادية، حطيتها كده في طبق على النار. أنا حبيت أجرب في حاجة بسيطة الأول علشان لو طلعت ناجحة بعد كده هزود الكمية. بس بجد هتشوفوا النتيجة في الآخر. حطيتها كده على النار لما سخنت، حطيت عليها معلقتين من السمنة الزبدة اللي عندك أو سمنة فيرن، بس الأفضل يكون سمنة زبدة، يكون اللي هي الفلاحة أو السمنة البلدي. هتعزز الطعم جدا وتخليها نتيجتها ناجحة جدا. المهم احنا حطيناهم كده مع بعض، وبعد ما سخنت مع بعضها حطيت رشة من الملح، طلعت البخار اللي فيها، نقلتها في بولة تانية. وهاتي بقى معلقتين من لبن البودر كامل الدسم، يكون نوع نضيف ويكون موثوق فيه.